السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني في كل مكان. طمنوني عليكم. اليوم حابة أعمل معاكم وصفة كيك الشاي السادة. كيك الفانيليا العادي اللي بنعمله في البيت بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة. يطلع معاكم بالشكل الجميل ده، يكون هش وطري من جوا، وتطلع معاكم اسفنجية ومرتفعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المكونات بنحتاج لثلاثة بيضات، كوب ونص من الدقيق، ربع ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة كبيرة باكنج بودر، ونص كوب من الحليب، وربع كوب زيت نباتي، ونص كوب من السكر. علينا أضيف البيض ومعاه السكر والفانيليا، واضربهم مع بعض لما السكر يدوب والخليط بتاعي يتجانس يبقى لونه فاتح. أضيف عليه الحليب والزيت النباتي وارجع أضربهم تاني لما المكونات تتجانس. أضيف عليهم الدقيق والباكنج بودر والملح، واضربهم مع بعض لما الخليط يتجانس والدقيق يختفي. على الصينية بتاعت فرن مدهونة زبدة أنزل عليهم بالخليط، وأدخل الفرن مسخن مسبقا درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. ده شكلها بعد ما استوت، لونها جميل. وهنا قلبتها، شوفوا شكلها جميل كيف وطعمها أجمل. طلعت منفوشة من جوا، طرية واسفنجية، تنفع تتعمل في كل الأوقات وحلوة شديد بالشاي السادة. بتمنى إنها تعجبكم، جربوها ورونا رأيكم شنو. تتقطع بكل سهولة، وده شكلها من جوا اسفنجية وطلعت مرتفعة وهشة وطرية. ممكن تحفظوها في التلاجة لمدة أسبوع من غير ما تتفتفت وتتهري منكم. بتمنى إنها تكون عجبتكم، جربوها ورونا رأيكم شنو.